الحالة اللي هي حدثت في الدقيقة 52 و50 الدقيقة 53 تقريبا. هنا بالنسبة للحكم المباراة نشاهد الحالة في من عدة زوايا للكاميرا وموقف حكم المباراة والحكم المساعد 92 عفوا. ايوه طبعا بالنسبة للحالة اللي أمامنا هنا نشاهد عملية الحكم. لاحظ لحظة لعب التنفيذ المخالفة كان في عملية مسك من مدافع نادي النصر، المسك واضح. لاحظ حكم المباراة الآن لم يعلن عن المخالفة. هنا أيضا المدافع نادي النصر اللي هو لعب الكرة أيضا باليد. نكمل يعني 2 في 1 بدون تعليقات. نكمل الحالة اللي أمامنا. إذا كان في البداية في حالة مسك أو شد من الفنيلة من دافع نادي النصر. نشاهد الكرة هنا بين محمد سهلاوي واللاعب نادي العروبة اللي يظهر في الشاشة أمامنا. طبعا هذه الحالة اللي أمامنا ارتقاء المدافع مهاجم نادي العروبة مع محمد السهلاوي أيضا لا توجد أي مخالفة. هذه الحالة اللي أمامي كان مفترض على حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 53 من زمن المباراة. سيكون هناك بس لحظة نخلصها ونرجع نتناقش فيها أخوي محمد. هذه الحالة ركلة جزاء لم تحتسب في الدقيقة 53 من زمن المباراة. هذه أهم الحالات اللي حصلت في مباراة وفاد عفوا يعني لا لحظة بعد سؤال في سؤال. يعني هناك من يتحدث عبد العزيز الدوخي يقول هناك خطأ على لاعب العروبة لصالح اللاعب محمد السهلاوي قبل أن تصل الكرة ليد الجزائري دلهوم. نشاهد الحالة من الزاوية اللي هي لحظة تنفيذ الركلة الحرة إذا سمحت أستاذ محمد. هذا تصريح الحكم يا أبو بدر. صحيح هذا تصريح الحكم. الحكم صرح بعد المباراة هذه ناقلها أنا حسبت خطأ قبل البلنتي. طيب نشوف قدامنا نشوف أمامنا يعني إذا قدامنا نشوف الحالة طبعا هذه الحالة أمامنا. المهاجم صفر هنا. تفضل أستاذ محمد. الحكم اللي هو ايش صرح لاحدى الاذاعات قبل قليل يقول لك انه انا صفرت على خطا لمحمد السهلاوي قبل تروح الكوره. يعني قبل هذا تصريح الحكم بعد ما نفذت رميه التماس. بعد ما نفذ نعم بعد ما نفذت مع الاحتكاك مع محمد السهلاوي خطا لمحمد السهلاوي. هذا تبرير حكم المباراه. طيب الان ومحمد فودة رجل مراقب حكام فيشاهد امامنا يعطينا رايه الان هل التبرير هذا حقيقي ولا لا؟ نشوف قدامنا. نشوف يا ابو بدر بعد تنفيذ رميه التماس اتمنى نشاهد موقف الحكم وهل اعلن عن مخالفه او لا. نركز يلا ما نشوف. لا هذه الحاله لاحظ المهاجم طلع ارتقى المهاجم نادي العروبه ارتقى اللي يلعب الكوره. السؤال ابو فهد دقيقه الله يرضى عليك استاذ عادل بس تركز في الحاله على اساس كمان ندي الحاله حقها. تفضل. الان بالنسبه للحاله وموقف حكم المباراه إذا سمحت يا أستاذ محمد نرجع للحالة والحكم أمام الحالة تماما. هل أعلن عن المخالفة؟ طبعا الإعلان عن المخالفة يوضح من لاحظ الآن فين حكم المباراة. شوف حركته الحكم يا أبو فهد. معليش هنا في حالة. شوف حركة الحكم. هنا الحكم فين؟ شوف حركة الحكم يا أستاذ محمد الله يرضى عليك. يأشر على الكوع. لا أنا أقول لك الحكم ليش أنا أبرر لك أنا ما أتدخل في الحالة يا أبو فهد. بس أقول لك شوف الحكم حتى بعد اللقطة توضح أنه قاعد يتكلم يقول أنا حسبت عشان الكوع. دقيقة انت خلينا واحدة الآن. هل الحكم أعلن عن مخالفة؟ هذا الحكم أمامنا الآن هل أعلن عن مخالفة؟ لا. الحكم هل أعلن عن مخالفة؟ أمامه اللعب لم يعلن عن مخالفة. متى أعلن عن مخالفة؟ هذه الحالة لم يعلن عن مخالفة للآن. اللعب مستمر لم يعلن عن مخالفة. إذا كان أعلن عن مخالفة تظهر عملية إطلاق الصافرة وحركة اليد والإشارة. هنا في هذه الحالة لحظة التنفيذ هذا اللاعب ارتقى المهاجم. أي مخالفة ارتكبها مهاجم نادي العروبة؟ لم يرتكب أي مخالفة. إذا كان حدث خطأ من الحكم المساعد بالإعلان عن مخالفة هذا شيء آخر. لكن إني أنا أشوف حالة أمامي وأقول إنه الحكم أوقف اللعب. لاحظ عملية الشد موجودة في الأول والآن لحظة الارتقاء الحكم لم يعلن عن مخالفة. لاحظوا الآن الحكم قدام الحالة وزاوية الرؤية واضحة أمامه وبالتالي لم يعلن عن مخالفة. متى أعلن مخالفة؟ نلاحظ بعد ما حدثت هذه اتجه للحكم المساعد ولم يعلن عن مخالفة بمعنى أنه احتسب ركلة حرة مباشرة على المهاجم. طيب